بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة كان موعد تصالح لعيبة النادي الأهلي مع جمهورهم العظيم، حيث فاز النادي الأهلي على سموحة 2-0، واللعيبة أدت مباراة جيدة، مباراة حلوة، وأظهروا مهارات وأظهروا معدنهم الأصيل. ودلوقتي أصبح بعد المباراة الأهلي 15 نقطة الأول، وده العادي بتاعه. الزمالك 14 نقطة التاني، بيراميدز 14 نقطة التالت، سيراميكا كليوباترا 12 نقطة الرابع. فالأهلي رجع لوضعه الطبيعي في بطولة الدوري العام الممتاز. فبعد مصالحة الجمهور، بعد مصالحة لعيبة الفريق لجمهورهم، نتكلم عن الماتش ونقول إن تشكيل الأهلي النهاردة كان أمام سموحة: محمد الشناوي، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، أكرم توفيق، أفشة، مروان عطية، حسين الشحات، وسام أبو علي، إمام عاشور. نلاحظ في التشكيل إن بعض اللعيبة ما كانتش في مكانها. ليه؟ في نقص شديد في اللعيبة، يعني تقريبا ما فيش باك يمين. محمد هاني مصاب او في طريقه للتعافي والرجوع للتشكيلة. عمر كمال عبد الواحد مصاب. مين تاني؟ يعني لعيبة الاهلي الناحية اليمين ما فيش خالص. فالاهلي كان بيلعب بالمتاح بالنسبة له، المتاح بالنسبة له. طيب، اللهم صل على النبي، صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول ان الماتش كان ماشي تسيد للنادي الاهلي من البداية، وفي جون اول ملغي في الدقيقة 26، وسام ابو علي جاب جون جميل في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 30 اضافة يحيى عطية الله بكورة جميلة لكن بجانب الجون او خارج الثلاث خشبات. اتغير يحيى عطية الله بسبب الإصابة في الدقيقة 32، ونزل بداله كريم الدبيس. في الدقيقة 35 ضربة حرة مباشرة أمام القوس قوية بجانب القائم الأيمن لنادي سموحة. دقيقة 47 جون أفشة، جون من أفشة. أكرم ادى الكريم الدبيس من على الخط لأفشة في الجون بدماغه، ودي من المرات القليلة جدا اللي قفشة بيحرز اجوان بالرأس. والماتش مشي سجال، تسيد الاهلي مع هجمات متفرقة لسموحة. ويعني انا لاحظت يعني حاجة صعبة جدا النهاردة، او حاجة يعني انا مش راضي عنها. ايه هي؟ ان لاعيبة سموحة وخاصة حسام حسن يعني كان بينفعل او باحتكاكه بلعيبة النادي الاهلي كانت يعني شديدة جدا، لدرجة ان اصيب اكتر من لاعب بسبب الكيعان بتاعت حسام حسن والتدخل العنيف من حسام حسن. الشوط الثاني بدأ احمد نبيل كوكا بدل من اشرف داري للاصابة. اشرف داري اصابة تانية، يبقى اتنين خرجوا بسبب الاصابة. الدقيقة 49 انفراد امام عاشور، كرة سحرية من حسين الشحات. امام عاشور بيرقص الجون وبيحط الكرة في الجون الفاضي بعد ما الجون بتاع سموحة خرج من جونه وترقص من إمام عاشور.
كده سجل امام عاشور الجون التاني. والجمهور بقى يقول لك ايه، بص على اللوحه، بص على اللوحه، النادي الاهلي نفسه مفتوح. ما هي اتفتحت صحيح، عايز يصالح الجمهور بتاعه. في الدقيقه 72 فرصه وانفراد من قفشه، لكن لعبها يعني حس انه ضمنها بزياده، فطلعت على يسار القائم خارج الجون. دقيقه 73 كرة من سموحة في القائم الأيسر من رأسية محمد سالم، وقبليها بشويتين كانت كورة برضو في القائم الأيمن. في الدقيقة 75 عمرو السولية بينزل بدل من قفشة، والماتش بيستمر هجوم من النادي الأهلي ودفاع وهجمات مرتدة قوية، خاصة من سموحة، خاصة في نهاية المباراة. وبكده نقول مبروك للنادي الأهلي إنه تصدر الدوري العام بعد ما اكتمل عدد المباريات بتاعته 7 مباريات زيه زي بقية الفرق. وزي ما قلنا الأهلي متصدر عنده 15، التاني عنده 14، التالت عنده 14، الرابع عنده 12. ونشوفكم على خير في لقاءات قادمة، ونقول سلام عليكم.